تحدثتم كثيرا أنتم يا ساسة ويا اقتصاديين ويا منظرين، وأولتم واشتررتم تصريحات الوزير الأول وأعضاء طاقمه الحكومي مئات المرات منذ بداية تراجع سعر برميل البترول، وحولتموها إلى فاجعة ولعنة تصور لنا يوميا مشاهد عودة سكة البلاد إلى عتبة عشرية سوداء. تتحدثون عن احتمال اتباع سياسة تقشف لضمان إخراج البلاد من دائرة الخراب وانهيار الاقتصاد الوطني الذي ربط منذ أكثر من نصف قرن ببرميل البترول. برميل بصم على صادرات الجزائر مهزلة اسمها 98% من المحروقات، والآن وبعد تعاقب عشرات الحكومات تتحدثون عن تجميد إدماج ملايين من عقود ما قبل التشغيل وإجراءات أخرى يكون فيها المواطن البسيط كبش الفداء. علميا ماشي في النفقات العمومية ولا في الموظفين ولا في الكماليات، ينقصوا لي بيرو لوكس والسهرات سيدي مليار. فيش مواطن من اللي مات شهر لو كان تقلبها بالاورو ما تجيش حتى كما يقولوا الشهريه تاع سوسيال. تعتمد على المحروقات بنسبه 96%، عندها مرتبه سابعه في البترول في منظمه الاوبك والثالثه في منظمه الغاز العالميه. الدخل القومي الجزائري مرتفع جدا. ما هي اين ذهبت اموال الدوله؟ أين مصدرها؟ وأين تنفقها الدولة الجزائرية؟ هم مواطنون ومن نبض الشارع عبروا عن توجسهم من مستقبل مجهول يلفه غمام أسود يزيد من قتمته التصريحات المتباينة لوزراء حكومة عبد الملك سلال، فترى وزيرا يطمئن ويستدل بالبحبوحة المالية التي تحوز عليها الجزائر، وآخر يدق ناقوس الخطر ويتحدث عن تواصل انهيار سعر البترول وتراجع قيمة الدينار. نقول لك صح اني كونتر عليه، نقول لك صح ما لا اني كونتر التقشف هذايا، كونتر التقشف هذايا، وان شاء الله بارك فيها اخي، بارك التقشف ما يكونش كامل. هو أنين الشارع الصادح يعاتب في خلوته وفي دردشته اليومية مسؤوليه يلفظ ويرفض استيعاب مبررات وتبريرات المرحلة القادمة، والأهم أنه يتبرأ من طموحات التقشف رغم أنه لا يزال يحتفظ ببصيص أمل يبعد شبح أزمة اقتصادية تسرق من السواد الأعظم من الشعب الطمأنينة والسكينة في كنف تراجع احتياطي الصرف وسعر برميل البترول.